عليكم ورحمة الله وبركاته. أول ما نبدأ كلامنا نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. هنا إن شاء الله كده أنا هعمل طواجن كنافة يا جماعة. تمام. هنا رتبت خطواتي. التقطيع بنقطعها كلنا وشاطرين فيه. رتبت خطواتي، جبت 3 معالق زبدة سمنة المتاح عندك، حمرت فيها الكنافة وبتبقى باللون الذهبي الجميل ده. هنا عملت المهلبية اللي هحشي بيها الطواجن يا جماعة. بس لازم كل الحاجات دي تبقى السخونيه بتاعتها ما فيش سخونيه فيها خالص، تبقى بارده خالص. هنا الشربات ومش هستهلك، مش هستعمل ده كله يا جماعه. انا هاخد منه حبه صغيرين، يعني حبه، مش ده كله عشان ما يبقاش كتير عليها. تمام. هنا ترتيب خطوات فقط لا غير. يعني ترتيب الخطوات مش محتاج ان هي اقعد اشوحها وكده، لان انا يعني بشتغل النهارده يدوي من امبارح كده، عشان بس الحامل مكسور وبيتصلح. في حد كده ابن حلال وبيعملهولي. تمام. هنا نقول تاني، شوحت قطعت السمنه كانت قطعت الكنافه كانت بايته عندي في الفريزر، بقالها كام يوم في الفريزر يعني، وقطعتها بتبقى سهله. هنا المهلبية بتاعتها عاملة كيلو حليب، حطاله 3 معالق سكر كبار، معلقتين كريم جانتيه كبار، 4 معالق نشا، معلقتين دقيق، آه، مكعب مكعب شوكولاتة بيضة، يعني هما كسرتها طلعوا مكعبين، حتة زبدة، علبة قشطة. كل ده مدعمة بيه، مفيش ده كله اعمليها بحليب ونشا وخلاص. 4 معالق نشا، معلقتين دقيق عشان تنعمها يا جماعة زي التراكوة. كل المهلبية بتاعتهم بيحطوا فيها دقيق. هنا الشربات، يعني زي يوم الله يرحمها كانت تقولي الشربات، تقولش السيرم ولا حاجات من دي. سيرم. الشربات بتاع الكنافة أو الجلاش أو القطايف، 3 كوبايات مية على 4 كوبايات سكر. 4 كوبايات سكر عليهم 3 كوبايات مية، كوبايتين سكر عليهم كوباية ونص مية، عشان يظبط معاك ويبقى بالسمك الجميل دوت يا جماعة. تمام. هنا لما تهدى خالص بقى اروح اطلع حبة الشربات واروح مقلباهم فيها، بس لما كل الحاجات دي تستخدم السخونيه بتاعتها. عايزاها بقى بارده ما تبقاش سخونيه. تمام. ونعمل بقى الطواجن بتاعتنا ونوريها لكم بقى بعد ما تتعمل ان شاء الله، وبألف هنا وشفا يا رب لله ياكل. واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.